إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوه سبحانه وراقبوه وأطيعوه في السر والعلن، فوالله بذلكم تفوزون وتسعدون في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل خلقكم وأوجدكم في هذه الدنيا لغاية عظمى، ألا وهي إفراده سبحانه بالعبادة وتحقيق التوحيد له سبحانه. ولذلكم يا عباد الله تجدون في هذه الأيام العشر وكذلكم الأيام الثلاثة التي تعقب يوم العيد تجدون معالم التوحيد ظاهرة ومبرزة ومبينة. فمنها يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم في هذه الأيام العشر وفي أيام التشريق أن تكثروا من التحميد والتكبير والتهليل. وثانيها يا عباد الله من معالم توحيد رب العالمين في يوم عرفة ذكر عظيم يردده المسلمون، التوحيد فيه بائن ومبرز، ألا وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والثالث يا عباد الله من معالم التوحيد حج بيت الله الحرام، فإن هذا البيت أسس على التوحيد، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن ذلك رفع الأصوات بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن ذلك تخصيص الطواف بالكعبة، ومن ذلك تخصيص الطواف بالكعبة مع إعلان اسم الله عز وجل في بدايته وذلك بالتكبير، فلا يجوز الطواف بغيرها، لا بقبر ولا بضريح ولا بأرض ولا بشجرة ولا بحجر. ومن ذلك أن العبد إذا طاف بالبيت شرع له أن يصلي ركعتين فيقرأ فيهما بسورة الإخلاص التي تبين التوحيد وتبين صفة ربنا، ويقرأ كذلك بسورة الكافرون. ومن ذلك السعي بين الصفا والمروة امتثال لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومن ذلك أن الله أمر بذكره أثناء أداء المناسك، ونهى عن ذكر غيره من الرؤساء والعظماء والأحياء والأموات، فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله وحده سبحانه، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن ذلك ما شرعه الله في هذا اليوم العظيم في يوم العيد وأيام التشريق من ذكره وحده، فقال واذكروا الله في أيام معدودات، وكذلك رمي الجمار والتكبير مع كل حصاد. الأمر الرابع يا عباد الله من معالم التوحيد هو الهدي والأضاحي والتقرب لله عز وجل بها وحده
وذكر اسم الله وأن يذكر اسم الله عليها عند الذبح، كما قال تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا يجوز أن يذبح لقبر ولا لولي ولا لجني ولا لأي مخلوق، أي أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. ومن ذبح لغيره ولو كان لنبي مرسلا أو ملكا مقربا فقد وقع في الشرك الأكبر. عباد الله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا هو قول نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم مشهود وفي مكان مشهود وفي عبادة عظيمة هي ركن من أركان الإسلام، قالها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة في البلد المعظم المحرم، قالها يا عباد الله: فالمؤمن دمه حرام، المؤمن دمه حرام، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: قتل المؤمن عند الله أعظم من زوال الدنيا. وكذلك مال المسلم حرام، ماله حرام، وأخذه بغير حق حرام، سواء كان سرقة أو غصبا أو غشا أو عن طريق الربا أو غير ذلك من الوسائل، ولا يجوز أخذه بغير طيب من نفسه. وكذلك عرضه حرام، عرض المسلم حرام، فقذفه حرام وغيبته حرام، ويدخل في ذلك عدم إيذائه في محارمه، فإن ذلك من أعظم الخيانة. أيها المسلمون، الصلاة عماد الدين، الصلاة عمود الدين، فحافظوا عليها في وقتها مع الجماعة ولا تتساهلوا في ذلك، فإن المحافظة عليها مع الجماعة في المساجد من أعظم علامات الإيمان. عباد الله، لقد حرم ربنا عز وجل كل ما يثير العداوة والبغضاء، فحرم النميمة والنجش والغش والبيع المحرم والميسر والخمر، وحرم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. كل ذلك يا عباد الله من أجل اجتماع القلوب والبعد عن العداوات التي تفضي إلى سفك الدماء أو الهجر والقطيعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. عباد الله، اجتماع المسلمين في هذه الأيام يذكرنا بأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف والبعد عن الفرقة والاختلاف التي شتتت شمل الأمة وأضعفت قوتها. والاجتماع يا عباد الله، الاجتماع لا يكون إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاجتماع يستحيل أن يتحقق بدون بذل أسبابه، ألا وهي إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله ووحدة العقيدة والسير على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجيبه الشريعة بالحكمة والموعظة الحسنة. أما يا عباد الله، أما مع تنوع المذاهب والمشارب فلن يتحقق الاجتماع. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا الأثر يا عباد الله يجب أن يعيه المسلمين، يجب أن يعيه المسلمون على وجه العموم، وولاة الأمر من الحكام وعلماء المسلمين على وجه الخصوص. أيها المسلمون، عباد الله، أكل الحرام سبب لفساد الأخلاق ومحق للبركة ونزول الكوارث على الممتلكات، وسبب لمنع استجابة الدعاء. فأطيبوا مطعمكم، أطيبوا مطعمكم رحمكم الله بالابتعاد عن الربا والمعاملات المحرمة وتقاضي الرواتب مع الإخلال بأمانة الوظيفة. أيها الآباء،
تذكروا قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فألزموا أنفسكم تقوى الله عز وجل، وأصلحوا من تحت ولايتكم من زوجة وبنين وبنات، فإنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة، ولن تعذروا إن قصرتم في ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فالذبح عبادة يجب أن تكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته وكيفيته، ومعرفة ما يذبح من بهيمة الأنعام. فمن الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له نصف سنة. وتجب السلامة من العيوب الظاهرة البينة، وهي العور البين، والعرج البين، والمرض البين، والهزال أي الضعف الشديد. وكذلك ما كان مشابها لهذه العيوب أو أشد منها فإنه لا يجزئ. وأخيرا أيها الإخوة، ونحن في هذا اليوم العظيم يجب علينا أن نتخلص من الشحناء بيننا، وأن نتصالح مع إخواننا، لأن النزاع والخصام والتهاجر والتدابر يشتت شمل المسلمين ويؤدي إلى عواقب وخيمة، منها الحرمان والعياذ بالله. ففي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت. وفي حديث صحيح في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وهاته الشحناء يا عباد الله إذا كانت من أجل الدنيا، أما ما يكون من إصلاح من أجل الآخرة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين خلفوا لمصلحة الدين، فهذا مشروع ومكانه مبينا في كتب المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر للحجيج حجهم، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، واحفظهم من كل مكروه. اللهم ردهم إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين
المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وأبعد عنهم الشقاق يا أرحم الراحمين. اللهم وأهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم. اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين والمنافقين. اللهم يا حي يا قيوم اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم بعليك بالكفرة الملحدين الذين يصدون عن دينك ويقاتلون عبادك المؤمنين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب يا قوي يا متين. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن أصحاب بيعة الرضوان وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأئمة والعلماء وعامة المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما كان منا من زلل وخطأ. اللهم اغفر لنا ما كان منا من زلل وخطأ ووفقنا لكل خير واغفر لنا كل شر وضير. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.